شوفوا يا اخواننا، نحن جميعا آباء ولكل واحد منا مسؤوليات. المجتمع الآن غير مطمئن، يعني التحري بصورة مزعجة، وتحس الانفلات الأخلاقي صار في المجتمع بصورة مزعجة. يعني إذا كان تقارير الشرطة، مرة نادوني ناس الشرطة، ناس أمن المجتمع، وقعدوني جابوا لي الدفاتر وقعد يقولوا لي، والله قلت لهم أنا هو يقف، أنا بيغمى علي حسن أجيفه بس أكتر. كلام عجيب. المدون رسمي إنه يوميا دار المايقومة فيها تستقبل لقيطان يوميا 64 أو 60 في الشهر يوميا. هذا غير الذي لم يصل أو نهشته الكلاب أو الحمل الذي أسقط مبكرا. السبب تفريط الناس في الشرع. لما يقول لك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ده مانع، ده كلام نبوة. انت قالوا قرار سياسي، ده كلام نبوة. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ده كلام نبوة. إياكم والدخول على النساء، ده كلام نبوة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ده وحي. أي ناس يفرطوا في الشريعة، أي محل فيه فساد معناه في تفريط في الشريعة في باب من الأبواب. الناس تقول لهم حسن الزمن ده يا إخواننا الرجال براو والنسوان براو. يقول أنا متخلفين ليه؟ والله يقولوا كده، تقول لهم الرجال براو والنسوان براو، يقولوا شو متخلفين ده. يا أخي الدين خلف رجال ما في، غيرة ما في، غيرة على الأعراض ما في. تلقى بنت أخي الثاني وشايل الموبايل وحايمة، ليه يدوا موبايل؟ تجي البنت في نص الليل متأخرة ما يسألوها، تقول له كنت بذاكر. يعني حتى الرقابة الأسرية، مع أنه في تفريط في الدولة في الأجهزة بتاعت الإعلام في ضبط في أخذ الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتقوية شرطة النظام العام وأمن المجتمع، ده مهم جدا بالمناسبة. وإلا والذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. في تدهور شديد جدا. الزواج العرفي انتشر. اتصلت بي واحدة قريبة قلت يا أخي أنا عرسني زميلي عرفي. كيف يعني عرفي؟ قلت لا. قلت يعني أبوي ما عارف. جاء اثنين من أصحابه وقالوا لي يا أخي قل ليها عرستك. قال لي عرستك دي كمان. قلت خلاص أنا كمان عرستك. قام مشى معاها كزوج يعني من الأزواج. بعد مدة اختلفوا. في الفترة دي كل مرة بيجي عريس يتقدم والبنت تقول له لا أنا ما داير لأبوها. كل مرة يجي عريس. طبعا أبوها مسكين، أبوها مسكين وما جايب خبر. وكل مرة يا بنتي العريس ده كويس ما تفوتي. يقول له لا أنا ما داير. لا ده فعلا فعلا. طبعا ما في طلاق. شاكلة ولا نبذها وحتى أساء في عرضها. قال لي أنت ما محترمة وأنت بنت ناس. ضربت لي تبكي بكى شديد. بعدين قلت يا شيخنا الزول ده ما طلقني. قلت له هو عرسك في اللوم، هو عرسك. قلت يعني هسه انتهي كيف امشي عليك بس. قلت ما عندي حبيب. قلت لا والله يصير ما عندي، والله الا حبيب غسيل. حبيب شنو ده؟ حبيب ده يا اخي ده شو ده؟ الزواج العرفي. تعال شوفوا اللبسات الموجوده في الشارع. والله بيجيبوا انواع من الاسماء من اللبسات. قال اديني خبنه، دي لبس. امشي الدكتور يديك خبنه، المثالي بيديك خبنه يعني ولا تعرفش؟ اديني خبنه. والشريعه ترشقت. ده لبسه اسمها الشريعه ترشقت وفصل الدين عن الدوله واسماء بتاعت ملابس. والله ما قد قال. اخواننا الحصل شنو في المجتمع؟ الامه دي مالها؟ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى.